السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بطلنا اليوم اسمه داشرات مانجا، لكن قبل أن نسرد قصته اسمحوا لي بهذه المقدمة. إلى بلد الهند في سنة 1631 ماتت ممتاز محل. سبب وفاتها كان ولادتها لابنها الرابع عشر. زوجها الإمبراطور شهاب الدين شاهجان الذي شيد من أجل تخليد اسمها المعلم المعروف بتاج محل، والذي شارك في بنائه 22 ألف عاملا وكذلك ألف فيل، وبلغ ثمنه 32 مليون روبية تخليدا لاسم زوجته. إلى هنا تنتهي المقدمة، لننتقل إلى بطلنا داشرات مانجاي. لم يكن إمبراطور ولم يكن تاجرا، لم يكن له فيلة ولا عمالا ولا ملايين من الروبية. سنة 1960 تصاب زوجته بنزيف فيضطر أن ينتقل بها إلى أقرب مكان فيه مستشفى، غير أنه كان هناك عائق كبير بين القرية والمدينة، ألا وهو جبل يمتد طوله إلى 70 كيلومتر، مما تسبب له في عدم إسعاف زوجته في الوقت المناسب. تتوفى زوجته وهنا يتخذ قرار إزالة ذلك العائق ألا وهو الجبل. قرار مجنون بالنسبة لأي عاقل. هل سينجح؟ हमें देख देख कैसे उखाड़ते हैं। وبعزيمة تناطح المستحيل، وفي خلال 22 سنة يستطيع داشرات مانجاي أن يصنع المستحيل. يخرق الجبل الذي علوه 10 أمتار وعمقه 1 كيلومتر فاصل 500 متر، ليشق لأهالي القرية طريقا عرضه 10 أمتار، مما يسهل على أهالي القرية التنقل عبر الحافلات والتجار عبر الشاحنات والأطفال من القرية إلى المدرسة والمرضى كذلك من القرية إلى المستشفى. ينجز في حق داشرات مانجاي فيلم يجسد مسيرته تلك من البداية إلى النهاية، ويتخذه البريد المركزي الهندي رمزا لهم. جلب إنجازه هذا الكثير من المصورين والسواح، مما عاد على أهالي القرية بالكثير من المنافع. بالرغم من فقره يبيع كل ما يمتلك ليشتري مطرقة وفأس ووتد. تلدغه حية ولم يمنحه ذلك من التواصل في المسير، يقطع إصبعه بالمطرقة والوتد، ويتحدى بذلك الموت المحتم والجبل العتيد، وينجح في شق طريق يكفي لمرور الشاحنات والحافلات وسيارات البريد. وفي آخر حوار له يسأل من أين كان يستمد تلك الطاقة ولماذا فعل كل هذا، فيقول الجواب كالتالي: من أجل ألا يموت اسم زوجتي، إنه الوفاء وإنه التحدي. إلى هنا تنتهي قصة بطلنا اليوم داشرات مانجاي. فيا ترى هل لك عائق عليك أن تتحداه؟ إن كان الجواب نعم، فاعقد العزم وتوكل على الله. إلى لقاء قادم مع قصة أخرى، والسلام عليكم.